مستنيه ايه احسن من الوقت ده؟ عطلة عن العمل، ما وريش حاجه، مسافره نويبع بكره الصبح، فعشان كده قررت ان انا احضر شنطتي واحكي لكم القصه في نويبع. صباح الخير، والحمد لله يا رب على كل نعمه اللي اديتها لي وعلى المنظر ده. للاسف انا دلوقتي مش لاقيه نفسي، بس في ال 24 ساعه دول احنا كلنا هندور عليها، عشان انا مش هدور عليها لوحدي. ام سوري، انا تعبت عماله ادور على نيوره. فين نيوره؟ وليه بطلت فيديوهات؟ وليه ناس كتيره بتكلمني على انستجرام والتيك توك يا بنتي انتي ليه سبتي يوتيوب؟ انا هقول لكم ليه سبت يوتيوب، بس الاول انا لازم اجاوب على 3 اسئله بسالهم لنفسي. انا مين؟ انا فين؟ انا ايه؟ ما خلاص طه انتهى. ناس نايمه. المهم يعني احنا جبنا النوت بوك بتاعتنا علشان نقعد نكتب الستبس اللي تخلينا ناس احسن او اشخاص احسن. اول حاجه هنعملها هنستغل البحر والسان رايز علشان نكتب اهدافنا. تمنيت كثيرا اصنع محتوى منذ صغري ومنذ متابعتي لليوتيوب ونشان سرور وغيره، وتمنيت كاميرا واشياء اخرى، وحاولت بكل الطرق ان اصور نفسي لانه حلمي ولن استسلم ابدا حتى وان كانت تواجهني مخاوف كثيره حول مستقبل تلك الوظيفه. انا اعلم جيدا اني اريد ان انتقل بين الدروب، ولكن علي فقط ان اهدأ والتزم التصوير. كفانا حاجه. المهم ان احنا هنكتب كلام زيه، بس المره دي احنا هنعمل كونتنت بلان لليوتيوب، وهنشوف احنا نقدر ازاي نستغل وقتي اللي انا فاضيه فيه ده وعلى البحر علشان نعمل احلى كونتنت. تشيرز. جماعة انا خلصت كتابة، حطيت الرولز بتاعتي هقول لكم عليها كمان شوية، وحطيت الجولز بتاعتي في 2025 و2026 عشان ننقذ ما يمكن انقاذه. المهم الفطار الحلو ده، الكامب هنا نضيف جدا وجميل قوي، والاكل فيه بجد تحفة. في الاخر بقى البلوجر بيبقوا واكلين خيارة بعد الريفيو، بس انا كان اكل لكم الطبق ده كله. خنت الفانزة بتوعي، انا اسفه، بس انا عمت شويه، بس اوعدكم هاخدكم تحت البحر دلوقتي عشان اوريكم كل حاجه. بعد ما عملنا السنوركلينج دلوقتي هنركب على البورد ده. ايه هي التعليمات يا استاذ سلطان؟ تعليمات بسيطة خالص، هناخد دوش. اوكي، ممكن ترجعهولي بقى لو سمحت يا سلطان، انا دافعه حق الساعة دي. يا جماعة بصوا لقيت ايه عمال يجري ورايا. هاي لاين فيش، هاي. يا جماعة اكيد ما عرفتش اسوق الصب لوحدي طبعا، جبت السواق الخاص بتاعي عشان يسوقهولي. وليه تعذبني على الايام؟ تعالوا نحضر السانسيت. الفيو خطير، الفيو خطير. بصوا ده العشاء، مكرونه وفراخ بانيه، وحاسه ان العشاء هيطلع حلو جدا. عامه انا من انصار البانيه اللي بعد البحر، معرفش ليه، بس بحس ان هو بيغسلني من جوه. قطعه البانيه كبيره فتغسلني كتير. شايفين الروقان؟ تشيرز. والله العظيم قاعده بالدنيا وما فيها. مبسوطين يا عيال؟ ايه؟ مبسوطين؟ مبسوطين. مبسوطين، بيقولوا لكم انهم مبسوطين. حبيت يا زماني وذنبي غبان عليا وبخبي. يا جماعه صباح الخير، انا حزينه لان ده اول يوم افوت فيه الشروق، وحتى اليوم امبارح كان لخبطه جدا وما عملتش اي حاجه تقريبا غير ان انا اشتغلت. فالنهارده هحكي لكم اللي حصل. طيب انا كنت فين وليه سبت يوتيوب وليه سبت الباكت ليست وبطلت اعمل فيديوهات؟
هقول لكم، بس الاول تعالوا نشرب حاجه سوا. انا كان عندي كونتنت بنزله على يوتيوب، وكان عندي نفس الكونتنت ده بنزله على فيسبوك. ففيسبوك فرقع جامد وبدأ يدخل لي منه فلوس، والحمد لله بقى عندي 20,000 فولوور على فيسبوك، وكملت الشروط عشان اخد الريفينيو بتاعي. بس بعدين الفيسبوك اتسرق، مش الاكونت بتاعي اللي اتسرق، ده اللي مضايقني، لا البيج بس اتسرقت، وانا اللي عرضتها للريسك ده، لان كان في واحد قال لي هديكي $600 لو عملتي اعلان لاديداس. طبعا كنت فاكراهم اديداس، انا اسفه بس بجد كنت فاكراهم اديداس وهم كلموني على الايميل، فقلت اتس فيري بروفيشنال. وبعدين شكيت للحظه، فقمت كان عامل لي لينك كده، قال لي هنعمل حاجه اسمها كروس بوستنج، فقلت له ماشي. بعت لي اللينك، اتاكدت ان هو من فيسبوك تمام، وان هو مش هاكينج وبتاع. بعت لي اللينك التاني، هوبا ما لقيتش صفحتي. والذل بقى ان انا لسه في صفحتي، بس انا مش ادمن، انا اديتور حاجه كده، ولا هاخد فلوسها ولا هاخد اي حاجه. طبعا اكتئبت الفتره دي، وطبعا نزلت دورت على شغلانه حقيقيه، لان خلاص انت اهلك موظفين، انت مكتوب عليكي تبقي موظفه، لان انت يور سو دمب ان انت تديري بيزنس او تديري حاجه لوحدك. ده كنت فاكراه ساعتها، وكنت بقعد اقول هو انا ازاي غبيه كده، انا ازاي بجد. كنت بجد بجلد نفسي كل يوم بالليل، وبودع الباكت ليست بتاعتي، وحاسه ان انا انفصلت. يعني مش بس بيجي وضاعت وانا ضيعتها وكده، لا كنت بحس بجد باحساس الفراق، وكنت بزعل قوي لو حد مثلا قال لي انا كنت عارفك، او ايه ده انت ليه بطلتي تعملي فيديوهات او كده. وبعدين عشان الشغل والكليه والاحساس بالفشل، قلت طب يا بنتي يا نيره ما تشوري نفسك، شوري القناه بتاعتك. فرحت جبت رينج لايت، رحت جبت لابتوب، رحت جبت موبايل، وقعدت ادفع في اقساط كتير جدا لمده 3 سنين حرفيا عشان بس ارجع. وفي خلال ال3 سنين دول حاولت ارجع اكتر من 20 مره ومعرفتش. كل مره بحجه. سبت الشغل، قلت خلاص انا معايا سيفنجز، فانا هروح اشتغل بيها على يوتيوب. ولا نزلت فيديوهين وخلاص كده، ورجعت اكتئبت تاني، وقلت لا انا لازم ارجع اشتغل تاني، انا مش قادره، وعندي انسكيورتي حوالين المرتب والحاجات دي كلها. وما لقيتش نفسي في الشغل، وقعدت اعيط كل يوم. كنت فعلا زي العيل اللي في KG 1 اللي امه سايباه ورمياه على باب المدرسه عشان يروح يشوف ناس هو مش طايقهم ويعمل حاجات هو مش فاهمها. وبعدين حسيت ان دي مش شغلانتي، ودي مش الحاجه اللي انا استثمرت فيها، وقعدت بهدلت نفسي حرفيا، وجبت حاجات موجوده مركونه في الاوضه زي الموبايل لان ما بستخدمهوش عشان بصور بيه بس، وزي رينج لايت، وزي اللابتوب. فقلت لا بصوا، يعني انا والباكت ليست والشركاء بتوعي اللي هم الشخصيات بتاعتي، احنا هننزل نشتغل وهننزل نصور بنفسنا. وبعدين قلت مش هنجرب يوتيوب، احنا نجرب الشورت فورم كونتنت الاول عشان نشوف هل احنا مسؤولين ولا لا. فلما جيت جربت الشورت فورم كونتنت يا جماعه، نجح الحمد لله، والناس بقت تحبني، وناس كتيره بقى رجعت تسالني لما لقيتني على تيك توك انت ليه بطلتي يوتيوب، فين البت الرخمه اللي بتقول انا جربت، انا نيره دي باكت ليست دلوقتي كده. وكنت عايزه اقول لكم على حاجه كمان، ان انا دلوقتي كملت 10,000 فولور على تيك توك النهارده، عشان انتوا وشكم حلو عليا، بصوا 10,600 حرفيا. فشكرا جدا لكل الناس اللي سالت عليا، واحب اقول لكم ان خلاص الباكت ليست راجعه، ولو ما رجعتش وما التزمتش ابقى رقاصه. المهم الدرس اللي انا اتعلمته هو ان الفشل مش ان انت جربت وفشلت، لا الفشل ان انت ما ترجعش تحاول تاني. ودي حاجه بجد لو كنت مستوعباها في 2022 كان زماني دلوقتي عندي 100,000 سبسكرايبر ولا حاجه، بس مش مشكله. بعد ما حكيت لكم قصتي ونكدت عليكم، ادعوكم ان انتوا تعوموا معايا في البحر، وبالمره تعملوا لايك وسبسكرايب، علشان انا هديكم تيزر من الحلقات اللي جايه عمركم ما هتشوفوها في حياتكم تاني. جربت تحاول من جديد، انا نيره، ودي الباكت ليست بتاعتي. تصبحوا على خير.